ايضا النائبه عبله الهواري عضو مجلس النواب. وحضرتك سياده النائبه صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك مقدمه مشروع قانون ويا ريت تشرحي لنا بس المشروع ده ايه، هل تمت مراعاه الثغرات او المشاكل اللي موجوده دلوقتي ولا لا؟ اتفضلي يا فندم. مشروع القانون قانون اسره متكامل في تعديل بعض احكام قانون الاحوال الشخصيه. حضرتك عارفه ان القانون صدر سنه 1920 رقم 25. التعديلات بها ثغرات كتير جدا، بها تحديات برضو بتواجه المرأة وبتواجه الطفل وبتواجه الأسرة عامة. عشان كده تدخلنا بوضع مشروع أسرة متكامل. أنا مقدمة مشروع قانون. مشروع القانون يتكون من 5 أبواب و224 مادة تتضمن كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة. طيب. في سؤال من الدكتور أشرف تمام يا فندم. اتفضل يا دكتور. السيده النائبه عبله الهواري صباح الخير. اهلا بيك يا فندم. اهلا. انا بس كنت عايز، لان في حاجات كتيره طلعت في الميديا على القانون اللي حضرتك مقدماه، كنت هسال بس حضرتك على نقطتين. هل القانون راعى موضوع استضافه الطرف الغير حاضر للاطفال ولا لا؟ وما هو سن الحضانه للولد والبنت في القانون اللي حضرتك مقدماه؟ هنضيف عليه من ناحيه ثالثه عشان يبقى كله بقى مع بعض. وبعدين حضرتك سياده النائبه، هو سيادتك القانون اللي انا مقدماه يمكن اهم ماده تضمنها هذا القانون وهو ما يتعلق بالخطوبه. الخطوبه لم ترد من بعيد او من قريب في اي قانون او في تعديل من تعديلاته. عشان كده انا ضمنتها في القانون الجديد. ايوه يا فندم. موقف النقطتين اللي انا سالت حضرتك فيهم ايه؟ قصدي حضرتك بتقول مشروع متكامل. النقطتين حضرتك، انا يمكن مش متعرضه بشكل مباشر للاستضافه ولكن للاصطحاب. تمام. وقلت ان هو لابد ان يكون له ضوابط معينه، منها اخذ راي عند قرار القاضي. يعرض تقرير من مكتب تسويه المنازعات من الناحيه الاجتماعيه، الاخصائي الاجتماعي يقدم تقرير. ثالث حاجه ان لابد عمليه الاصطحاب للطفل يكون في وجود الحاضن واقفه او يا سياده النائبه سؤال بس معلش. ثالث حاجه هبدا بكمل بس باقي الضوابط. ازاي في حضور الحاضن حضرتك؟ رابع حاجه ان لابد ان يكون هناك هتقعد مع طليقها ازاي؟ طيب ازاي في حضور الحاضن؟ طب نسيبها بس تكمل يا جماعه. اتفضلي كملي يا سياده النائبه. حضرتك انا عامله بعض ضوابط لان الناس متخوفه من عمليه الاستضافه. ايه التخوف حضرتك؟ ايه التخوف؟ ما انا بقول لحضرتك هنحط ضوابط علشان تمشي. ايه التخوف حضرتك بتقولي الناس متخوفه من الاستضافه اللي حضرتك سميتيها بالاستضافه. بالعكس انا بحبذ التعديل بتاع حضرتك. اسمعيني حضرتك بس كده واحده. يا اما تسمعني يا اني بلاش اتكلم، يا اما تسمعني وانا بتكلم يا اما بلاش. لا انا مش بتكلم خالص حضرتك. اتفضلي اتكلمي. اتفضلي يا سياده النائب. طيب انا بقول لحضرتك احنا عملنا هو تخصص حضرتك ايه يا فندم؟ هو تخصص حضرتك ايه؟ هتتكلم قانون يا فندم، قانون. طيب ماشي حضرتك، ما احنا بنتكلم قانون. حضرتك سياده النائبه قعدتي مع الاطراف ويعني جميع الاطراف عشان ايوه يا فندم انا قعدت مع مستشارين من محكمه الاسره وقعدت مع مكاتب تسويه المنازعات. حضرتك استمعتي لمشاكل الاباء قبل ما القانون انا بتكلم عن الشارع يا فندم. حضرتك استمعتي لمشاكل الاسره؟ عملت مش مديني فرصه اتكلم. انا عملت حوار مجتمعي مع المؤسسات المهتمه بشؤون المراه. عملنا جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين وحطيت مشروع القانون ده مش منزل. الماده اللي هيستقر عليها الراي هي اللي هتمشي. مين اللي هيغير؟ انا بقول رايي والراي ده فردي. مشرعه هي عضو مجلس نواب تبقى مشرعه. هي عضو. طب اتفضلي. اللي احنا عاوزين نقول لحضرتك بس هو الراجل ده عنصر من عناصر الاسره وعضو في الدستوريه والتشريعيه. انا اللي عضو في الدستوريه. مين اللي كان ممثل يا دكتوره عبله بصفه حضرتك برضو عضوه في مجلس النواب؟ فانت صوت الاثنين مش كده؟ الراجل والست. يعني حضرتك صوت الاسره مش كده يا فندم؟ طبعا. سياده النائبه حضرتك معايا؟ ايوه يا فندم. حضرتك بصفتك عضوه في معلش ثانيه واحده بس. حضرتك بصفتك عضو في مجلس النواب وحضرتك مشرعه وفي ايدك دلوقتي كل هذه الصلاحيات، المفروض ان حضرتك صوتي وصوتك الراجل مش كده؟ يعني صوت الاسره. مظبوط يا فندم ولا انا بتكلم غلط؟ صح. طيب دلوقتي حضرتك سمعتي كل الناس، حضرتك سمعتي كل المشاكل، سمعتي مشاكل الرجاله والستات
ولا سمعتي مين؟ سياده النائبه معايا كده ولا انتوا معايا ولا حضرتك سمعتي مشاكل مين؟ انا بقول لك انت بتحققي معايا ولا بتاخدي رايي؟ لا مش بحقق يا فندم، بسمع تفاصيل حضرتك صوتي. انا قدمت مشروع قانون، المفروض حضرتك تسمعينا يا فندم. يا فندم انت عضو مجلس نواب، المفروض حضرتك تسمعينا. حضرتك المفروض تسمعينا، احنا مش بنحقق مع حضرتك. لا اله الا الله. احنا المفروض بننقل لحضرتك الشارع، بننقل لحضرتك مشاكل اللي احنا بنتعرض ليها، وارد ان حضرتك ما تعرضتيش ليها ولا وجهتي حضرتك. المفروض حضرتك عضو مجلس نواب تكوني تعرضتي لكل المشاكل واحتكيتي بالناس. انت ممثله للناس، ممثله لينا. احنا هنا حضرتك من الشعب، المفروض ان حضرتك ممثله لينا فتسمعينا، لان انت حضرتك في النهايه انت صاحبه القرار، انت المشرعه. فحضرتك تاخدي مني عشان الاخر تصيغي تشريعك. هو احنا في خناقه؟ لا يا فندم احنا مش في خناقه، بس انا انت ما على فكره انت ما قلتش رايي لغايه دلوقتي، انت بتتخانق. انا ما قلتش رايي ازاي؟ انا عمال استفسر مع حضرتك عن الاستضافه، ما وضحتليش حاجه. لسه استفسر حضرتك عن قضيه استصدار النفقه، ما وضحتليش حاجه. انت داخل فيا عمال تتخانق من قبل اي حاجه. انا لا راضي تسمع، انا قلت ايه، ولا راضي تسمع الضوابط، ولا راضي تسمع حاجه خالص. طب حضرتك خلاص احنا مش هنتكلم، واتفضلي يا فندم. انتخبنا حضرتك علشان تبقي صوتنا. اتفضلي. حضرتك مطلوب مني ايه انا دلوقتي؟ انتوا مش عايزين تسمعوني. اشرحي لنا مشروع القانون لو سمحتي يا فندم. طب ما انا اديني عمال اشرح لك في مشروع القانون، مش عايزين تسمعوني. طب حضرتك بتقولي الخطوبه، انا مش موضوع الخطوبه النهارده، انا بتكلم عن الرؤيه والاستضافه، رايك فيهم ايه؟ الرؤيه انا ما بتكلمتش على الخطوبه، انا بتكلم عن الرؤيه والاستضافه. وبقول لك ان انا قلت ايه، وبقول لك الضوابط ايه، 1 2 3 4. وبقول لك ان المشروع القانون لسه انا مقدمه مشروع القانون من 20 يوم بس. لسه ما دخلش اللجنه ولا اتعمل فيه اي اجراء. ده اجتهاد شخصي مني انا. لسه هنسمع كتير جدا، وهنسمع جلسات اسماع كتير جدا. طب معلش مدام رنا معايا عايزه تسال حضرتك سؤال يا فندم. بعد اذنك انا عايزه اعرف يعني ايه المشروع اللي حضرتك منزلاه بالنسبه للاستضافه والرؤيه، عشان انا مش سامعه او مش فاهمه. ما انا ما حدش مديني فرصه اتكلم. اتفضلي يا فندم، ما حدش فينا هيتكلم، اتفضلي. طيب انا نص الماده اللي انا حاطاه في القانون بقول ان هو ممكن اصطحاب الطفل في فتره الاجازات النصف سنويه او الاجازه الصيفيه. الاصطحابه دي لازم يبقى لها ضوابط. الضوابط دي نمره 1 هو بيبقى قرار بالنسبه للاصطحاب، بيبقى قرار من قاضي. قرار القاضي ده بيبقى فيه ضوابط. الضوابط نمره 1 بياخد راي الطفل. راي الطفل هو موافق على ان يروح مع غير الحاضن ولا لا، ايا كان غير الحاضن مين. تاني حاجه ان يشوفوا تقرير الاخصائي الاجتماعي اللي كاتبه مكتب تسويه المنازعات. ثالث حاجه لابد ان يصطحب هذا القرار الخاص اللي طالع من القاضي، يصطحب قرار اخر ان الطفل ده يتحط على قوائم الممنوعين من السفر. رابع حاجه وهي الاخيره ان في الفتره بتاعه الاصطحابه أيوة. يبقى موجود الحاضن او مفوض عنه. ازاي بقى؟ ادي الضوابط. ازاي يطلع القرار يكون ملتزم. يا فندم بعد اذنك يا استاذه، بعد اذنك، ازاي يعني يبقى مطلق ومطلقه موجودين في مكان واحد في فتره الاصطحاب؟ ازاي؟ ليه لا ليه يعني ايه المشكله يعني؟ ازاي يا فندم؟ يعني يا فندم لو هي اتجوزت يا فندم هتسيب جوزها وتروح مع طليقها عشان تقعد معاه؟ ده مش كده، الطفل ده المفروض انه هيبات مع ابوه مثلا. ممكن اسمعك وارجع في رايي فبالراحه بس. طب يا فندم ماشي اوكي بعد اذنك. يعني انا باخد الراي دلوقتي، والراي الاخر طب يا فندم الاخر ده ممكن يكون اصلح مني. طب اسمعه بس بالراحه، مفيش داعي للخناقه، ده خناقه. احنا مش بنتخانق، بس رنا معايا هنا حاله على فكره، هي رنا جايه بصفتها احد الحالات اللي عندها يعني اتفضلي هذه التجربه. طيب قد يكون حضرتك نائبه بتمثلي صوت رنا، اتفضلي يا رنا. انا قصدي يا فندم ازاي 2 مطلقين الولد ده او البنت هيباتوا مع باباهم؟ المطلقه دي بتعمل مع باباهم ايه؟ رايحه تبات ازاي؟ انا ما اتكلمتش على فكره ان هو هيبات، انا ما اتكلمتش. طب ما هو الاصطحاب يا فندم حضرتك، الاصطحاب اللي هو ازاي؟ الاصطحاب ان هو هيقعد معاه في مكان معين، وقد يحددوا القاضي ايه هو المكان لمده 2 أو 3 ساعات. لا انا اسفه يا فندم بعد اذنك، ده مش اصطحاب، دي رؤيه. طب ايه الجديد عن الحالي؟ دي رؤيه. ده مش اصطحاب. ايه يا فندم الجديد؟ انا عايز اعرف فين المشروع المتكامل سياده النائبه، معلش عشان نرد على الجميع.
لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. حضرتك اسمعيني، انا مش عارفه ليه انتوا مش راضيين تسمعوني برضه. وكل ده يعني حضرتك انا بكمل، انا بقول لك انا حطيت الاصطحاب وحاطه لها ضوابط. يعني ايه اصطحاب؟ لا يا فندم، تعريف الاصطحاب ايه؟ ما هو تعريف الاصطحاب في القانون اللي حضرتك مقدماه سياده النائبه؟ تعريف الاصطحاب ان الطفل يروح يبات في بيت الطرف الغير حاضر، ولا تعريف الاصطحاب انه ياخده في مركز شباب؟ مش عايزين. ما هو تعريف الاصطحاب في القانون اللي حضرتك مقدماه سياده النائبه؟ ما انا قلت ان هو بيصطحب الطفل لفتره معينه. قد ايه يا فندم؟ قد تكون تلك الفتره، وقد تكون تلك الفتره في الاجازه الدراسيه او في الاجازه الصيفيه. اللي هو قد ايه بقى؟ قد ايه يا فندم؟ ممكن تكون ساعات وممكن تكون ايام. ايام ديت اللي بقى المطلقه مع المطلق ازاي؟ في اوروبا. ازاي يا فندم؟ احنا فين؟ في اوروبا. احنا في عادات وتقاليد. يعني انا على فكره ما شلتش الرؤيه. انا مش حكايه الرؤيه، هي فكره بس يا فندم ان انا مش هقدر تقديرية. اتواجد مع طليقي في مكان واحد. يا ستي انا سايبه عمليه تقديريه للقاضي، قد تكون رؤيه وقد تكون اصطحاب. الاصطحاب ليه ضوابط والرؤيه ليها ضوابط. يبقى الكلام اللي قايله في الماده. طيب. وهي عمليه تقديريه للقاضي. استاذه مها، سن الحضانه. سن الحضانه كام في القانون اللي حضرتك مقدماه يا فندم؟ نسمع الاستاذ. 15 سنه. 15 سنه. 15 سنه. طب ما هو موجود حاليا 15. 15 هو موجود. حضرتك منزله يا فندم في القانون بتاع حضرتك 15 سنه؟ 15 سنه ايوه. 15 ده اللي هو المفروض يعني يروح نخطب له يعني ولا يروح الجيش؟ 15 يا فندم ازاي؟ يعني 15 ده نقول له روح عيش مع مامتك او مع باباك بعد 15 سنه من عمره؟ كتير صح؟ طيب سياده النائبه. لا معلش لا اصل كده يعني انا متحفظ على هذا القانون يا باشا. انا مش متحفظ، ده انا كده قلقان. انا يا استاذه عشان سياده النائبه اللي حضرتك بس تهنتيني ان انا بشكرك اولا على المداخله النائبه عبد الهواري عضو مجلس النواب. لا انا استغربت جدا صراحه من الكلمه اللي اتقالت يا فندم بتاعت احنا خدنا اراء جمعيات ومؤسسات المرأة. لا كده المشروع غير متكامل. انا انتخبت سيادتك، حضرتك بتتهميني ان انا بحقق معاكي. انا من حقي ان انا اسالك على كل حاجه سياده النائبه لانك صوتي، لان انا نزلت الانتخابات وانتخبت على هذا الاساس. صوت راجل وصوت ست. صوت يعني المواطن المصري. أيوة. انا ماليش دعوه بقى ده صوت راجل ولا صوت ست. المشكله اكبر من كده. ده انا كده باللي انا بسمعه ده انا من حق اقلب على مصر. بالظبط مش اقلب على مش يا فندم لو كنا احنا في مجال التشريع قانون الاحوال الشخصيه. هي ما اتكلمتش في بعد اذن حضرتك يا استاذ رنا، اذا كنت انا في مجال التشريع اللي هو اهم شيء في المساله هو مشاكلنا كلها ايه على فكره؟ تشريع. هي مشاكلنا كلها وعقبات اللي بنواجهه كله في حياتنا تشريع. فاذا كان القائمين على التشريع هو ده وجهه نظرهم التشريع، لان هناك تشريعات مظبوطه ولا لا هي مش مسؤوله عن التطبيق حضرتك. لا هي مش مسؤوله عن التطبيق. لا هي مسؤوله عن التشريع. انا بتكلم عن المنظومه. لا انا بتكلم عن منظومه مجلس النواب. انا بتكلم عن منظومه مجلس النواب. اذا كان القائمين على التشريع وفي اعلى لجنه اللي هي اللجنه التشريعيه والدستوريه ده وجهه لا ده سيبك من السمع. هي دي وجهه النظر. وجهه النظر ان هي مش طايقه تسمعنا حتى ولا عارفه ولا سامعه وجهه نظرنا اللي هي موجوده من الشارع. واما تيجي تشرح لنا مش عارفه توصل لنا وجهه نظرها اللي هي بتقولوا مشروع متكامل. يبقى بالعكس انا كده معلش مع احترامي الشديد لكل، وانا عارف ان في قامات كبيره جدا في مجلس النواب، انا اقلق على مصر مش اقلق بقى على قانون الاحوال الشخصيه. ولما اتكلم على كلام لما نزلت فعلا استضافه بمعنى الكلمه. لا ما من الواضح ان هي الصحابه عندها ان الراجل يقعد مع طليقته. لا يعني هو حته الاستضافه بس معلش عشان قصه بس انا مش عايزه ادخل في قصه ايه اصل دي ينفع اصل دي حلال اصل دي حرام، لان دي مش اولا انا. طب انا ايه اللي حلال ولا حرام؟ هي يا استاذ عصام بتقول دلوقتي الراجل هي هتقعد مع طليقها اثناء الاصطحاب، هل ده ينفع؟ يعني افرض هي متجوزه ولا حتى مش متجوزه. لا يعني اذا كانوا هم يقدروا يقعدوا مع بعض يطلقوا ازاي؟ يطلقوا ليه؟ ولما انتوا عارفين تقعدوا مع بعض تطلقوا ليه؟ يا استاذه مها اذا كانت في الرؤيه هي بتسيب له الولاد وتروح تقعد في اي جنب، فما بالك ما بتقعدش معايا. انا اقول لحضرتك حاجه، انا حالات كتير صراحه يا فندم انا مستغرب جدا من مواد القانون وحتى برضه في سن الحضانه 15 سنه. طب فرق ايه عن المعاناه اللي احنا بنعانيها دلوقتي؟ ولا اي حاجه. يعني ايه الجديد في القانون؟ ان الطفل مش ابوه مش هيستضيفه. يعني هل يعقل يا فندم ان الابن مع الام بيخش بيوت اقارب الام لحد الدرجه ال20 ومحروم من ان هو يخش بيت ابوه؟ لا هو الحسنه الوحيده في الموضوع ده، الحسنه الوحيده في المشروع القانون ده كلمه الاصطحاب. انا معاها
في تغيير كلمه الاستضافه الى استصحاب. عشان ده بيت باباه عشان بيت باباه هي دي الحسنه الوحيده، دي الحسنه الوحيده اللي هو المسمى ده بس. انا ده اللي انا معاه فيه. بعد اذنك يا استاذ عصام، انا معتمد على تعريفها لكلمه لا انا كلمه الصحاب وتعريف احنا اللي هنقوله بقى. انا مبدئيا جمله وتفصيلا الكلام اللي سياده النائبه قالته ده انا برفضه، وانا كمان رافضه، وباسم ناس كتير وباسم اصحاب مشاكل من وانا المراه والرجل. الستات قبل الرجال. نائبه لو سمحتي اذا حضرتك متابعانا من فضلك يا ريت ترجعي هذا المشروع مره اخرى ارجو. يا ريت المواد حضرتك مشرعه ولكن مسؤوليه كبيره يا لا تسحبه وما تقدمش مشاريع يا فندم. رجاء لو سمحتي نراجع ونعمل يعني جلسه استماع. احنا ده انا بعلنها مع حضرتك البرلمان معمول ليه يا فندم؟ انا بعلنها حضرتك عن الهواء ان احنا حمله تمرد مستعدين ان احنا بصفه ان اكبر حمله في مصر فيها عدد من الاباء المتضررين. انا قدام حضرتك اهو بعلنها مبادره ان حمله تمرد عندها ما عندهاش اي مشكله انها تروح في جميع الجلسات بتاعت المناقشات الاجتماعيه في مجلس النواب، وان هي يبقى هي العضو اللي موجود في المجلس ينقل صوره المشاكل الكبيره اللي بيتعرض لها الاب المصري مع اطفاله في القانون المصري. انما عشان انا اطلع اقول النهارده ان انا عامل قانون مستمع فيه لجماعه، انا معلوماتي برضو ويعني اتمنى ان سياده النائبه تصلحها لي ان النائبه عبله الهواري هي عضو المجلس القومي للمراه عن محافظه سوهاج. ماليش دعوه، انا بكلمها بصفتها نائبه ومشرعه. انا ما بكلمهاش بصفتها ما فيهاش رجل. انت حضرتك جبت 2 سيدات اعضاء لجنه تشريعيه، الموضوع مش رجاله. لا احنا مجلس النواب المجلس عايزين نسمع للمشرعين. لا نظرا بس حضرتك بتتكلم على مجلس النواب. انا مجلس النواب عايزين مشرعين. طيب عامه انا بس للاسف وقتي بينتهي. انا بس عايزه اقول حاجه بعد اذنك يا استاذه مها صغيره بالنسبه للولايه التعليميه. الولايه التعليميه للاب، انا من يوم ما ربنا خلقني وانا عارفه ان بابا يعني بيقدم او بابا بيعمل بغض النظر عن كل ظروف حد، بس فيما عدا اب متوفي او مسافر. طيب بس رنا شفيق بشكرك، شكرا جزيلا. دكتور اشرف تمام رئيس سابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمتحدث باسم حمله التمرد ضد قانون الاسره، شكرا جزيلا.